ازاي تجيب افكار لو خلصت من عندك. الفيديو ده غير اي فيديو تاني انت هتشوفه، خصوصا لو انت مبتدئ. في 4 خطوات بس هقول لك ازاي انت تجيب افكار وكمان تستعملها في الشغل بتاعك. اول حاجه، خش على موقع بنترست وشوف ايه هو الشغل اللي عاجبك ودور عليه، ويا سلام لو شغل كتير جدا جدا. تاني حاجه، روح على موقع فيجما او ميرو وابدا اعمل من عليهم داشبورد وخد سكرين شوت للشغل اللي عجبك ده، سواء حركه سواء صوره سواء تصميم سواء فونت سواء اي حاجه عجبك، وحطها في الداشبورد دي. وبعد كده ابدا ان انت قسمهم. رقم 3، روح على اليوتيوب وقول له هاو تو، وابدا ان انت دور وسريش على الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي وابدا ان انت تتعلمها. رابع حاجه، ابدا ان انت صور فيديوهات بنفسك وطبق الفيديوهات اللي انت هتتعلمها من اليوتيوب، والافكار اللي انت هتجيبها من بنترست او من الداشبورد اللي انت عملتها حطها في الفيديوهات بتاعتك. ما ترفعش فيديوهات انت شفتها من اليوتيوب او من التطبيقات على السوشيال ميديا وتقول ده شغلك، لا، طبق الحاجات دي في الفيديوهات بتاعتك، يبقى انت بتعمل محتوى وفي نفس الوقت بتطبق بايدك على نفسك. جمع الافكار بتاعت بنترست على الشغل بتاعك وادمجهم مع بعض. لو انت عايز ملف PDF يكون فيه شرح مفصل اكتر كمان من الفيديو ده، اكتب في الكومنتات كلمه ايدياز وهيوصلك على الخاص.